أسعد الله أوقاتكم متابعيني. اليوم معنا طريقة عمل خلية النحل بناء على طلب المتابعين. فضلا اشتراك وبسم الله نبدأ. الخطوة الأولى: أحضر العجينة، كوب ماء دافي، ملعقة كبيرة خميرة وتأكد من صلاحية الخميرة، 3 ملاعق سكر، ونص كوب زيت، وعلبة صغير زبادي. هذا العلبة يساوي كوب من أكواب القياس، ولازم الزبادي يكون بدرجة حرارة الغرفة. أساساً الزبادي يعتبر محسن للمعجنات. وهنا المكونات السائلة جاهزة. ننتقل للمكونات الجافة. 4 أكواب طحين، هذا الكوب الأول، وهنا الكوب الثاني، وهذا الكوب الثالث، وأضيف الكوب الرابع. 4 أكواب طحين، وإذا احتجنا طحين بنضيف، لأن من طحين إلى طحين يختلف. ربع ملعقة صغيرة ملح، وملعقة صغيرة بيكنج باودر. وادمج كل المكونات. وهنا لاحظت إن العجينة لينة، معناها بزيد طحين. بزيد بالتدريج على ملعقة ملعقة. هنا أضفت ملعقة وعجنت العجينة، وطلعت العجينة جدا مضبوطة. عجنتها لمدة 10 دقائق متواصلة. إضافة الطحين من ملعقة إلى ربع كوب، وهنا جاهز. أغطيها لمدة ساعة يختمر. بعد مرور ساعة لاحظوا كيف شكل العجينة. العجينة اختمرت والحجم تضاعف. أفرغ العجينة من الهواء وأحضر الحشوة. هنا عندي كمية من جبنة مثلث. أقسم الجبنة الواحدة 3 أجزاء. في صينية مدهونة، مقاس هذا الصينية 30 سنتي. آخذ كرة من العجينة وأفردها فرد بيدي، وفي الوسط بحط الحشوة، وألم العجينة على شكل دائرة، وأقص الزائد بهذه الطريقة. أعيد نفس الخطوات. أفرد العجينة بيدي، وأحط الجبنة، وألم العجينة على شكل دائرة، وأقص الزائد. واستمر بنفس الطريقة لين انتهاء كمية العجينة. ولازم كل كرة يكون جنب بعض، بدون مسافة، بدون فراغ. لاحظوا كيف كل الكرات جنب أختها متزاحم، بدون أي فراغات، علشان يكون الشكل النهائي مثل خلية النحل. أمسح الكرات بالحليب ورشة من السمسم، ومن جديد أغطيه بالنايلون واتركه يختمر لمدة نص ساعة. هذا المرحلة الثانية في التخمير. دائما المعجنات مرتين يختمر، مرة بعد العجن ومرة بعد التشكيل. أتركه نص ساعة وبعدين أحطه في الفرن. بعد مرور نص ساعة الكرات اختمرت. أدخله الفرن على درجة حرارة 180 من 20 دقيقة إلى 25 دقيقة، و3 دقائق تحمير خفيف من فوق. بعد مرور 25 دقيقة خرجته من الفرن، ومباشرة أمسحها بقطرات من الزيت، ومباشرة أغطيها بالنايلون بقماش خاص للمعجنات. لازم نغطيه وهو ساخن علشان يحفظ طراوته. أخيرا أسكب حليب مكثف محلى، أو أسكب شيرة، أو أسكب عسل، واحد من الثلاثة. العجينة جدا قطنية وغيمة بسبب وجود الزبادي. الزبادي يعتبر محسن للمعجنات. وهنا وصلنا للنهاية. فضلا وليس أمرا اشتراك وتفعيل الجرس، ولا تنسوا صندوق الوصف. بترك لكم رابط طريقة عمل العجينة اليابانية، وطريقة عمل معروك التمر، وطريقة عمل البريوش. وانتظروني في فيديو قادم، ومع السلامة.